حماتي قالت لي: يا قروبه يا قرشانه، وفرجت عليا سلايفي. كل ده لما طلعت عليا كده يوم الوقفه ولقيتني بعمل ايه، جايبه الكبد والقوانص بتاعه الفراخ اللي انا ببقى شايلهم في الفريزر وبطبخهم كده اكله تقضيني لتاني يوم، اللي هو اليوم اللي قبل الوقفه ويوم الوقفه كمان. فلقيتها بتقول لي: هو انت هتاكلي اكل بايت ليه؟ قلت لها: علشان يوم الوقفه كده استغله في العباده. قالت لي: طب ما احنا كلنا بنعبد ربنا. قلت لها: لا، انتوا كلكم بتيجوا يوم الوقفه بتبقوا بتنضفوا البيت، بتبقوا بتطبخوا للفطار، بتبقوا بتعملوا كل حاجه مشغولين عن العباده. واحسن وقت كده يوم عرفه عشان ما نضيعوش هو من العصر لحد المغرب، بصراحه كده من الفجر كمان لحد المغرب، بس بما اننا بنصلي الفجر وبنقعد شويه لحد الشروق وبعد كده بننام، بيجي بقى بعد كده نصحى نبقى عايزين نطبخ ونقعد لحد المغرب مشغولين، وبعد المغرب كمان بننضف البيت. انا بقى عايزه اغتنم الفرصه بتاعتي دي، لان يوم عرفه ده الله اعلم هطوله الشهر الجاي، السنه الجايه اقصد، ولا لا. مش كل سنه ربنا هيكتبها لي. فبما ان انا يوم عرفه انا موجوده فيه، بعمل دايما كده اكل في اليوم الثامن واليوم التاسع يبقى بايت، بحيث يوم عرفه ما اقفش اطبخ خالص، وبيتي كله ابقى موقفاه على الفرش، منضفاه كله وابقى موقفاه على الفرش، واجي افرشه امتى؟ بعد ما افطر بقى، بحيث ان انا اصحى من النوم اصلي واتعبد واقرا قران واقرا ادعيه، واقعد ادعي ربنا بكل حاجه انا عايزاها، واقرب من ربنا وادعي ربنا ان هو يتقبلني، وادعي ربنا بكل اللي نفسي فيه علشان افضل كسبانه يوم عرفه ده. لقيت حماتي بتقول لي: اه يا قروبه يا قرشانه، ده انت ما فيش منك اتنين، ده انا ما شفتش زيك، ده انت ما جابتكيش ولاده. قلت لها: ما انا عارفه ان انا ما جابتنيش ولاده، واحده صاحبتي دايما بتقول لي الكلمه دي. المهم قالت لي: ايه، انا هقول لسلايفك يعملوا زيك علشان احنا كمان نكسب يوم عرفه ده.